السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس، اموركم هانيه وصحتكم بخير. يا درا واش راكم دايرين؟ واش مع البرد هذا واش راكم طيب واش راكم تاكلوا الفاكونس كيفاش عقبتوه؟ انا راني في الدار مع الميناج. شوفوا هنا كانت الاثنين في الليله البنات بعد ما تعشينا. ما نعرف كيفاه احنا البنات والله، يعني نساء ما نتفهموش كما نقولوا هنا. مرة تجينا حالة تاع الفحولة، نشاط، حيوية، مرة يجينا الكسل، هذيك اللقمة باش نطيبوها غير بالسيف وهي رايحة. شوفوا هنا قلت لكم غسلت الماعن. ايوم بعد شفت الباب تاع الكوزينه هكذا تاع الدخله ما عجبتنيش، قلت والله غير دوك نغسلها. بديت على اساس حاجه خفيفه زعما ما نشمخش الدار وكذا. بديت غسلتها هي، ومن بعد قلت دوك نعقب على الحيط هذا اللي من وراها. زدت بوط بالكو لقيتها تاني بالغبره. انا البنات ساكنه جايه على لوطوغوت، دونك البوسيير داير حاله. زدت كملت الحيط اللي من هيه كيما قلت لكم، وهنا رغيتهم كيما يحب الخاطر البنات. حطيت لي برودوي اللي عندي كومبلي لو جافيل بيا. ومن بعد قلت لكم شوفوا هنا كيف رجعت الحالة، ما شاء الله أنا هكذا نحب. وهنا كانت وقيلة البنات 10:30 تاع الليل بعد ما رقدت بنتي لقيت راحتي. زدت فيديت هذه السلة غسلتها كما راكم تشوفوا. زدت جيت هنا البنات دونك البيبان كنت نشفتهم يعني مسحتهم بكتانة، والحيط كما راكم تشوفوا عقبت عليهم بالفروطوار هذايا برك. وشوفوا لي للتزرزيق والحالة كيفاه. واحد البرد يا البنات ما تقدروش تتصوروا، كارثه. وانا كنت هكذا في البالكون. ليسانسيال قلت لكم هنا بعد اكرمكم الله ما نشفت الحاله. جيت السله هذه درت لها الالومنيوم هكذا باش ما نضمن كي شغل ما يطيحليش هذاك التراب اللي يكون في البطاطا مرات والبصله وحده يهربت مني. ليسانسيال كملت هنايا. وشوفوا لي الحاله الجو يعني ما شاء الله. هنا كانت 11 كملت شغلي ودخلت هاني نعدت لكم كيفاه الحاله ما شاء الله. انا كي نخلي كوزينتي هكذا البنات نرقد مرتاحه. كي شغل نقول الصباح كي نوض نفطر في حاله نقيه، نبدا طول في الغداء. ومن بعد زوجي طلب مني اني ندير الغداء المحاجبة البنات، وأكيد ما حاش نرفض له طلب. نط 3 الصباح يعني اليوم. شوفوا الجو هذا، البرد البنات، الريح، شوفوا السحابة، يعني ما شاء الله. بديت أنا البنات كنت قشرت البصلة تاعي، جبت الطماطم وبديت هكذا نقطع فيهم. دوزنت الحالة بيا لا كوكوط هذيك، درت لي زيبيس تاعي، الزيت، الملح، كلش حطيت البصلة طيب. وبديت جبت السميد تاعي وهاي ونبداو مرحلة العجن. انا ما عنديش البنات البيتخا دونك نعجن بيديا. السميد تاع اليوم عجبني والله ما شاء الله، يعني كاليتي ما شاء الله. بديت البنات في المحاجب تاعي نعجن 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 حتى رجعت هذيك العجينه على كولور تاعها تبدلت ورجعت ليس ما شاء الله. بديت نلوز فيها كيما نقولوا حنايا. جبت البنات زيت سونغو بيان سور، وزدت مع زيت زيتونه جديد الله يبارك تاع العام هذا كيما يقولوا قبيل زيت وزمور. نورمالمون هكذا القبيليات صحوا لي لكان غلط. قلت لكم البنات. ومن بعد خليت انا العجينه تاعي تستراح بعقلها. كانت هنا الصباح بكريه البنات. شوفوني هنا قاعده نعت لكم في طريقه العجن تاعي يعني سهله وليه يعني ربي تمتم نلقى العجينه ما شاء الله بدات دير في دوك الفقاعات، نحبس ولا كولور ترجع بيضه. هنا تعرفوا العجينه تاعكم باللي سي بون. رحت البنات نوضت بنتي، نقيتها بدلت لها شبعتها. ومن بعد كي عادت 11 دخلت انايا بديت نطيب. لاصوص تاعي كان وجد ما شاء الله جاب بنين يهبل. وهنا البنات سامحوني يعني المراحل ما صورت لكمش، او تعرفوا المحاجب فيهم الزيت والامور هذوك، يعني ما قدرتش نوض ونشد التليفون. حاولت هكذا ندير لكم لقطات لكن ما شاركتش معكم بالتفصيل، يعني الطريقه راهي باينه. هنا البنات هاني قاعده نلوز فيهم. قلت لكم درت زيت زيتونه، لا لا ريحته يعني ما شاء الله زادت النص فيهم. وهنايا قلت لكم درت لكم بعض اللقطات يعني سامحوني راكم تعرفوا الحاله كيفاه. هذه شوفوا لاصوص الله يبارك في وجهها باينه هاي. وهنا البنات بعد ما كملت المحاجب تاعي جبت يعني كونتيتي كبيره الله يبارك. زدت درت شويه مسمن
حنا نديروهم الناس بالسكر، ما نعرف نتوما كاين اللي يديروهم بلاش. حنا مام يعني في ولايتي كاين اللي يديروهم بالسكر، كاين اللي يديروهم بلاش. ومن بعد البنات اتصلت بيا اختي العزيزه، جات دارت لي زياره يعني مفاجئه، ما كنتش على بالي، وكانت اجمل دخله. جربوها كي تكونوا بعاد وتعيط لكم وحده تقول لكم اني جايه. الحمد لله يا ربي. نط يعني زدت سيقت، زدت درت شغل كبيره. البنات ما تقدروش تتصوروا على بالكم كي نكملوا كيفاش تكون الحاله بالزيت مطاشيه. المهم جات اختي، استقهوينا مع بعضنا مع ولادها، فرحوا مع بنتي يعني، والله زهاو عليا الدار يعني. الضياف ما شاء الله يجيبوا لنا الفرحه. قلت لكم شايخنا. من بعد البنات زدت ديباراسيت الحاله، زدت ديباراسيت هذيك لاطابل، وجيت مع بنتي. وكان هذا هو الفلوق تاعي البنات اليوم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك باش تكبر عائلتنا، والسلام عليكم.